أخيرا كده باينين. انا أهلا. وصلت كده الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. معلش. الحمد لله على السلامة. الحمد لله سلامة. الحمد أهلا لله. بيك يا أستاذ. اهلا بيك. إيه معلش يا اهلا جماعة بيك. استحملونا شوية. هو لازم بيحصل كده، يعني مشكلات في الإنترنت الجميل. تكنولوجيا. أهلا بيكم معانا. معلش. إحنا معانا طبعا الأستاذ توفيق، ضيف يعني كبير ورسام كاريكاتير، يعني غني عن التعريف. هنتناقش النهارده وهنتكلم عن كذا نقطة أساسها المجلات المطبوعة والكتب الأطفال ورسومات الأطفال والذكاء الاصطناعي. لأن الفترة دي طبعا في تطور رهيب. آه، خلاص يعني تحس ان احنا يعني كناس بتشتغل في المجال ده بيبقى عندهم أزمة في إن خلاص يا جماعة الدنيا بتتطور، احنا هيستغنوا عننا وهيستخدموا الذكاء الاصطناعي حتى في الرسومات في الكتابة في كل حاجة. فالنهاردة بقى أستاذ توفيق هيشاركنا وهي لا حضرتك اختفيت تاني. أيوه، اتفضل معانا بقى يا أستاذ توفيق. احنا هنتكلم في أول نقطة، وهي مستقبل اتفضل. المجلات المطبوعة. لو حضرتك تقول لنا رأيك، شايف ايه بعد سنة سنتين بعد اكتر؟ ايه مستقبل المجلات المطبوعة في زماننا؟ ربنا يديم العمر الاول ان شاء الله ويطول في عمرنا ونشوف. اولا اهلا بيك. اولا شكرا ليكي لاستضافتك في اللايف ان شاء الله يكون لايف لطيف ومفيد للناس اللي بيتابعونا ان شاء الله واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اولا بالنسبه لسؤالك بخصوص مصير المجلات المطبوعه، انا رايي بصراحه بناء على اللي احنا شايفينه حاليا دلوقتي بالتطور الحاصل انه المجلات المطبوعه في رايي او حتى الكتب المطبوعه، الكتاب بشكل عام، هو انا شايف مستقبله هيبقى متميز مستقبلا او ليه مكانه كويسه مستقبلا بناء على لو آه، تم في الاخذ في الاعتبار ان هو لازم يطور من نفسه، يعني لازم الوسيط المطبوع ده لازم يواكب التطور اللي حاصل. ما ينفعش ان انا اقول او احكم عليه بالاعدام ان هو الكتاب مش هيبقى ليه لازمه او مش هيبقى ليه قيمه قدام في المستقبل علشان التكنولوجيا هتاخد مكانه، او علشان البي دي اف او الكتب الديجيتال هتحتل مكانه. بالعكس انا شايف ان هو هيكون موجود جنب الى جنب الكتب الالكترونيه والمجلات الديجيتال، بشرط انه يواكب ده. يعني ما ينفعش مثلا كتاب او مجله مطبوعه حاليا دلوقتي تغفل او تنسى انها تحط مثلا باركود مثلا للويب سايت بتاعها. فلازم تبقى المجله بتواكب التطور ده. فمهم ان المجله تعمل مثلا على الاقل خالص ويب سايت او تعمل صفحه على الفيسبوك او صفحه وتنتشر على السوشيال ميديا. فلازم المجلات المطبوعه تستغل السوشيال ميديا، تستغل التكنولوجيا الموجوده حاليا عشان تعرف تعيش، لانه كده كده التطور بيجي لنا بيتفرض علينا فرضا. والانسان بطبيعته بيحب التواصل، ما يقدرش ان هو ينفصل عن الواقع. فعلشان الكتاب نفسه ما يموتش والمجله ما تموتش لازم هي يبقى عندها جواها عناصر الحياه اللي تقدر تكمل بيها. ما ينفعش تنفصل تماما عن التكنولوجيا والتطور اللي حاصل ده. بالظبط. يعني ده رد فيه تفاؤل كبير بصراحة، ما توقعتوش. توقعت ان ولا انا هيعمل بقى من الجو ده. ولا انا والله. لكن لا، حلو، بداية كويسة وفيه تفاؤل. احنا طبعا يعني حضرتك خبرتك كبيرة في مجلات زي ماجد طبعا وسمير. آم، عايزة أعرف يعني هل عشان نجذب الأطفال للكتب، بالذات الأطفال اللي لسه يعني إحنا بنهدف، يعني هدفنا إن إحنا نخلي الأطفال من سن مثلا شهور إن هم يبدأوا يتعلقوا بالكتب. مم. فبالتالي النقطة دي يعني خاصة بحضرتك جدا، فكرة إن هم ياخدوا الصورة، الرسمة والألوان، طريقة الجذب عشان نربطهم بالكتب من صغرهم. هل في يعني في حاجات معينة بتقدموها، يعني
بتبقى في قواعد معينة أو ترتيبات محددة إن إحنا لازم ده مثلا هدف لسن من كذا لكذا، هدف لسن من أكبر أو أصغر. يعني عايزة أعرف أكتر في النقطة دي. طيب يعني حسب ما فهمت سؤالك ان هو بتتكلمي على ازاي بقدر اجذب الطفل للمطبوعة او اه اللي انا لا بقدمه كرسام اه او ككاتب بالظبط، بالذات كده. الطفل اه الصغير اللي هو لسه ما بدأش يقرا، اللي هو بيستمع بس، بياخد طبعا الرسم والألوان هي اللي تتسجل في دماغه كأنه شاف مشهد تلفزيوني يعني خلاص. ف... فدي ازاي بنقدر نوصل لحاجة زي دي. طيب الرسام عامة لو انا هتكلم عليا انا كدوري كرسام وبرضه اوقات في بعض اوقات بكتب، لكن لو انا بتكلم بشكل اكبر عن الفن او الرسم يعني بناء على سنين كتير قضيتها في رسم الاطفال وفي المجلات. هو لازم رقم واحد لما بكتب قصة او بيجي لي قصة من كاتب مهم جدا اعرف اول حاجة خالص هو مين هو الجمهور المستهدف اولا. اللي هو بيسموه تارجت اودينس، اللي لازم اتارجت مين بالظبط. انا بشوف الطفل دوت هل هو قبل سن المدرسه قبل سن الحضانه، ولا هو في الحضانه اوريدي، ولا هو قبل المدرسه على طول، ولا هو دخل المدرسه، ولا هو في الاعدادي، ولا. فحسب المراحل السنيه دي كلها انا محتاج، انا مطلوب مني كرسام وقبليها طبعا مطلوب من الكاتب ان هو يراعي السن دوت. آه، طب انا دوري كرسام اعمل ايه؟ انا خلاص خدت النص معايا، فانا المفروض ان انا بقراه كويس جدا عشان اقدر افهم الكاتب عايز يوصل ايه للطفل ده. فاوريدي خلاص احنا حددنا السن وكل حاجه، فببدا احط ارسم عناصر معينه تناسب السن دوت. فلو مثلا قبل الحضانه او سن اصغر جدا، الطفل في السن الصغير جدا ده ما بيلاحظش تفاصيل كتير، ومالوش في الرسم الكتير اللي فيه تفاصيل. مثلا شجره مثلا فيها تفاصيل وفيها ورق وبتاع، هو يعرف كتل ومساحات واضحه جدا، دواير مثلثات مربعات. فيبقى انا بركز على الجزء ده من الرسم. الالوان تبقى الالوان واضحه وصريحه، هو مش هيفهم بيربل ولا هيفهم بينك ولا هيفهم بنفسجي فاتح وبنفسجي غامق. لا، هو هيفهم احمر اخضر اصفر. فيبقى هو عينه دايما راحه مشدوده على ده. وكمان بيبقى الرسم هو جزء لا يتجزأ من الكتابه، فهو لازم يبقى الرسم شادد عينه. الاحجام كبيره، حجم الرسمه نفسها كبيره. كمان ورايا حتى في الطباعه ان الكتاب يبقى الخامات بتاعته قويه نوعا ما علشان البهدله ولو الطفل بالظبط. ياخده يرميه ولا يقطعه ولا بتاع يفضل عايش معاه برضه فتره. آه، فده مهم كمان، انه كمان حتى الرسومات تبقى شارحه نفسها، علشان حتى لو ولي الامر او الام او الاب او المدرسه حبوا يشرحوا له او يحكوا له حدوته اللي في الكتاب، هم نفسهم يعرفوا يشرحوها له بشكل بسيط وسهل. وكل ما السن زاد بحاول ان الرسام بيحاول يضيف شويه تفاصيل بتخليها غنيه اكتر شويه. فبيبقى كل مره كل سن بيبقى ليه دايما بزود تفاصيل، بزود الوان اكتر، بزود درجات لونيه اكتر حسب طب السن حلو، احنا وصلنا للنقطة دي. عندي سؤال لحضرتك فيها. مثلا هو في رأيك يعني الأطفال بتنجذب أكتر للحاجة اللي شبه الحقيقة بالظبط ولا لأ؟ يعني أنا مثلا بفضل الرسومات اللي مش طبيعية، زي مثلا رسومات حضرتك. أنا بحب الرسمة اللي تبقى زي الشخصيات اللي هي تبقى إيه، الزرافة بس شكلها مختلف عادي، الفيل مش هو نفس الفيل اللي إحنا بنشوفه في الحقيقة. ايوه. فهل رأيك الأطفال يعني بيميلوا لإيه أكتر يعني؟ هيحسوا مثلا، ممكن انا بنتي ساعات ممكن تعلق لي تقول لي ايه ده، هم ليه عاملينه كده يعني؟ ده فيل، لا ده، ما هو ده مش فيل مثلا، لا ده حاجه تانية، عشان الفيل المفروض يبقى مش عارفه ايه. هل مثلا ان احنا ننوع في الوانهم المختلفه؟ انا بحب الون، لو هرسم فيل هعمله بينك مثلا او هعمله اي لون تاني، مش براحتي مثلا. هل ده احنا اللي بنفرضه على الاطفال؟ يعني احنا اللي كده بنفرضه على الاطفال ان احنا نغير دماغهم بالتخيلات، ولا الأحسن نخلينا زي ما هم عايزين؟ تمام. ده برضه هيرجع بينا لنقطة إيه هو السن الطفل اللي بيقرأ أو الطفل اللي بيستقبل هو سنه قد إيه. مم. لكن بشكل عام الطفل هو مش مرتبط بالشكل الحقيقي للحاجة، لكن هو مطلوب منك كرسامة إن أنت تقولي له إن ده فيل. يعني ما ينفعش مثلا أقول له إن ده فيل وأنا مثلا راسم له قطة مثلا. ما ينفعش أقول له اه. مثلا ده قرد وأنا راسم له غوريلا، رغم إن في ساعات
فروق بسيطة جدا. يعني مثلا أقول لك الفرق ما بين الديب والذئب مثلا والكلب والثعلب. حلو. فربنا خلق صفات شكلية لكل واحد من دول. أنا بقى مهمتي كرسام أدرس الصفات التشريحية للحيوانات اللي قد تكون قريبة من بعضها ديت، وجميع العناصر اللي أنا محتاج أرسمها، علشان هو لما يجي يشوفها ما يقولش هو ده فيل ولا ده غوريلا ولا. فهو لازم يفهم إن دوت شكل الحيوان ده نفسه. يبقى أنا صادق في نقل رسم الحيوان بشكل واضح. ارسمه بقى بشكل بقى طبيعي، ارسمه بشكل كرتوني، ارسمه بشكل مبسط. ده برضو زي ما قلت لك راجع للسن اللي انا بخضه. فكل ما كانت الرسم كان بسيط وسهل، الطفل وهو صغير هيبدأ يتقبلها. ان هو ممكن مثلا ارسم له فيل عباره عن مربع، او عباره عن دايره وليه زلومه مثلا، فيفهم ان هو ده شكل الفيل، ده لون الفيل. ممكن يبقى لون مرة ازرق، مرة بينك، مرة احمر، مش مشكلة، بس هو في الاخر لازم يفهم ان ده فيل بنفس العناصر بتاعته. عصفورة ارسمها العصفورة بشكل واضح تماما ومن غير اي مواربة ولا نوع العصفورة اي، لا لازم ارسمه العصفورة بشكل واضح. وبرضه كل ما بنعلى بالسن، كل ما بنعلى بالتفاصيل، كل ما بنعلى لو مثلا كتاب مثلا وثائقي بيتكلم عن انواع الحيوانات مثلا او انواع حاجات معينه، لازم اراعي التفاصيل في كل واحده من دول. وده بيترتب عليه مجهود ودراسه. الفنان لازم يعمل ده، لازم يتعب في السيرش، ولازم يتعب في الرسم ويشوف رسم الحاجات دي كلها عامله ازاي. وانا كمان مع نقطه، وده حاجه اتعلمناها من اساتذتنا الكبار زي الاستاذ محي الدين اللبات والاستاذ حجازي وبهجت عثمان، ناس كبار دول، والاستاذ حلمي التوني، ان هم بقى بدأوا كمان يطعموا الرسومات البسيطه خالص دي بموتيفات من البيئه بتاعتنا، من الحاجات حوالينا احنا، ان الطفل يقدر يشوفها حواليه. مهم ان احنا نشربها له، ما يبقاش الرسومات كلها اجنبيه. احنا دلوقتي بقينا اي حد دلوقتي يقول لك انا عايز ارسم رسم معينه، بيخش على بنترست على طول، فهيبص يخبط في وشه على طول يلاقي الحاجات كلها اجنبيه اغلبها، وحاجات شيك جدا وجميله جدا. لكن مهم انا كرسام ان انا بقى احط الطابع بتاع البيئه اللي احنا عايشين فيها والمحيط اللي احنا عايشين فيه، اراعي دوت في الرسم. ده هيدي كمان للرسم كمان غنى و... وشكل لطيف وكويس. حلو جدا. هو احنا معانا عشان بعت الأسئلة، معانا سؤال من هبة بتقول اوكي. لو طفل طيب تمام. هو لو في حاجة حضرتك محتاج ان انت يعني لو في حاجة نقطة معينة حضرتك حابب تشاركنا بيها الأول قبل ما نبدأ الأسئلة، آه عشان يوصل لنا العدد يعني أسئلة ورا بعض أفضل، فممكن حضرتك تضيف أي إضافة حضرتك حابب يعني توضحها لنا. آه خلاص. في أي هو انا ممكن اضيف بس نقطه، اضيف نقطه موضوع ان احنا ازاي نربط، او هل احسن للطفل ان هو يقرا كتاب ورقي ولا يقرا كتاب ديجيتال. وهل اصلا محتاج اقلق او اخاف لما الاقي طفل ماسك كتاب ديجيتال وساب الكتاب الورقي؟ بالعكس، انا شايف ان دوت بيفتح للطفل آه، يعني قماشه واسعه ومجال واسع ان هو يقرا كتب اكتر كمان. لو عنده حاجه ديجيتال يقدر يجيبها بسهوله، غير الكتاب المطبوع انا محتاج اطلبه اونلاين، او انزل اشتريه من المكتبه، او اروح المعرض الكتاب، او اروح مش عارف ساعات بيبقى الحصول عليه شاق شويه. لكن وجود الكتاب الالكتروني وديجيتال موجود مع الطفل، ده سهل الحصول عليه، فبالتالي بيوسع قماشة او المجال ان هو يحصل على ثقافات كتيره وكتب اكتر يعرف يقراها. آه، آه، وده بيخلي بقى ان احنا بقى برضه كرسامين او كدور نشر، ان احنا نروح له بقى في ملعبه. هو خلاص هو ماسك التابلت او الشاشه بيقرا الكتاب ديجيتال، فانا المفروض بقى اروح له واطور ادواتي انا علشان اعرف ان انا اطلع له على الشاشه دي، واطور الكتاب بتاعي وادواتي عشان اعرف اديله المحتوى بتاع الكتاب دوت بشكل جذاب على الشاشه، وهو بيعمل تاتش على الشاشه بشكل بسيط، فيبقى جذاب بالنسبه يعني جرعة تفاؤل تانية برضه. فتمام. نتمنى والله. لأن هو المستقبل فعلا الأطفال والسن الصغير فعلا هم مستقبل ليهم في يعني عادي يعني نسمح لهم ما نخافش فعلا، بس طبيعي الخوف يعني. صحيح بالظبط. آه،
لو كده هبدأ. في سؤال معانا ممكن أقول لحضرتك. أكيد اتفضلي. تمام. هو هبة بتسأل لو طفل 4 سنين إزاي نخليه يتعلق بالكتب ونبعد عن الشاشات، أو لسه بيبي بيتعرف على الحاجات. لو طفل 4 سنين. تمام، 4 سنين ده طفل واعي، يعني هو فاهم برضه، ده هو بدأ حقيقي. يوعى الحاجات حواليه، وبدأ يبص الحاجة ويروح يكسرها أو يروح ياخد باله منها أو يمسكها أو يجيبها ويوديها وهكذا، فهو طفل نوعا ما واعي. أنا رأيي إنه أفضل طريقة وأسهل طريقة إن أنا دايما أخلي عينه تقع على كتب قدامه. أجيب مجلات وأحطها في البيت، أجيب كتب وأحطها وأشتريها وأحطها كل يوم أو كل أسبوع. على قد ما أقدر دايما أخليه يشوفني وأنا ماسك كتاب، والده ماسك مجلة، ماسكة أنا قلم وقاعد بكتب. دي أول طريقة وأسهل طريقة إن الطفل يتعلق بحاجة اسمها كتاب، أو يبدأ يحس بيه ويبدأ يشوف ملمس الورق وهكذا، فيبدأ يشوف ويقطعه ويكتب ويرسم ويعمل. فأعتقد دي أفضل طريقة ممكن نعملها له بدون أي مجهود كبير يعني. ده حقيقي. يعني احنا دي حاجة في التربية عموما، فعلا أي حاجة بنعملها هم الأطفال عايزين نعلمها، احنا اللي نعملها لهم وهم بيقلدونا على طول يعني. بالظبط، بالظبط. في سؤال تاني من آية. بتقول أقدر إزاي أقنع الطفل اللي على أعتاب المراهقة بكتب معينة بعيدا عن الكتب اللي ممكن يكون فيها أفكار غير مناسبة لينا. أوكي. هو حاجة زي كده برضو هتخلينا إن إحنا نبدأ من قبل أعتاب المراهقة، قبل ما نوصل أعتاب المراهقة أصلا. يبقى إحنا برضو من هو صغير، من عند 4 سنين، اللي هو نفس السؤال اللي قبل كده، إن إحنا نحاول نربطه بالكتب. ده رقم واحد. رقم اتنين، ببقى دايما أحاول أصاحب الولد ده أو البنت في السن دوت، إنه محتاج مصاحبة، لازم أصاحبه علشان هو يقدر أبقى أنا وبينه في قناة اتصال آمنة يعني. فأقدر أرشح له حاجة يبقى هو واثق وأنا بقول له الكلام ده. أرشح له حاجة تفيده في السن دوت. وحاليا في العصر اللي احنا فيه دلوقتي ما بقاش في حاجة اسمها المنع، يعني موضوع ان انا امنع حاجة عن ابني او بنتي، ده بقى صعب او يكاد يكون مستحيل. فالطريقه مش ان انا امنع، الطريقه ان انا اقول له او اوجهه او ان هو يثق في رايي، فيبدا ياخد كلامي على محمل الثقه او محمل الجد. فلما اقول له مثلا، اقترح عليه مثلا عنوان معين مثلا انا حابب اوجهه ليه او يقرا فيه، هياخده بشكل جدي او بشكل في نوع من انواع الثقه يعني. فهو برضو الموضوع في نوع من انواع التربيه، نوع من انواع التواصل الكويس مع ابني. ده حقيقي. أم، في سؤال تاني من أستاذ خالد. آه، لو الطفل مش مشدود للقراءة لل- للقراءة والورق والكتب، للقراءة والورق والكتب بشكل عام، ايه الحلول التانية اللي ممكن نوصله بيها؟ هو أعتقد السؤال ده حضرتك جاوبت عليه، ولا في اه إضافة ممكن حضرتك تضيفها؟ لا تمام. أستاذ خالد احنا طبعا فنان كبير، تمام. تمام. سؤاله مهم جدا. الطفل لو مش مشدود للقراءة فهو هو محتاج، يعني لو ما بيقراش زي ما احنا قلنا للقراءة ككتاب مطبوع، ممكن جدا أوفر له الشاشة، ممكن يقرأ على أي حاجة ديجيتال، مش لازم يكون كتاب مقروء. ممكن أي وسيلة تانية يعرف يقراها، مش لازم يقرأ كتاب، ممكن يقرأ مجلة. ايا كان وسيله القراءه ايه هي اصلا، ده مهم ان هو يقرا حتى ولو حتى الكتاب المدرسي حتى بتاعه، يعني هو الناس اصلا يعني طفشانه من الكتب المدرسيه. بس المهم القرايه نفسها باي وسيله كانت مش مشكله. ال- الحلول اعتقد احنا قلناها من شويه، ان انا دايما ازرع فيه ان انا بقرا قدامه، بقرا الكتب، بقرا دايما بحافظ على قراءه، دايما بشوفني دايما قدامه بقرا. ممكن جدا أشاركه في مسابقات مثلا خاصة بالقراءة أو ليها علاقة ما بالكتب. أشجعه دايما
دام اهديه كتاب مثلا شكله جذاب ولطيف وحلو فيه رسومات كويسه، يعني اشد رجله كده باي طريقه. انا اضرب ابني او بابني ببنتي ان هم ايه اللي بيحبوه، ايه اللي بيحبوه، ايه اللي يعجبوا بيهم. اشوف مثلا شخصيات مثلا بيحبوها سمعوا عنها، اجيب لهم كتاب عنها. بالظبط. بس وده طبعا برضه هيبقى متوقف على سن، برضه على العمر السن بتاع الولد او الطفل دوت. بالظبط، ده حقيقي. في إسراء، لسه داخلة بليز رشحوا لنا. هي إسراء بتطلب لو حضرتك ترشح لها كتب للأطفال عمر 4 سنوات، سواء ورقية أو إلكترونية، وأفكار عشان حببهم في القراءة. بقية السؤال آخر سؤال طبعا حضرتك جاوبت عليه، بس إيه بقى ممكن ترشيحات للكتب؟ طيب انا شخصيا احب جدا جدا ارشح اي كتاب للاستاذ محي الدين لباد. يعني ممكن ندور في المكتبات، نسأل، ممكن موجودة PDF حتى، أو مسموح بنشرها، أو الكتب دي مهمة جدا ولطيفة وفيها تغذية بصرية حلوة جدا ومكتوبة حلو جدا. آه، كمان في المجلات المعروفة زي مجلة سمير، مجلة ماجد، مجلة علاء الدين. في مجلات كتيرة موجودة في مصر وفي الوطن العربي، دي بتبقى مناسبة برضه جدا وفيها أجزاء للسن ده، السن 4 سنين ده مهم جدا إن هم يشوفوها. كمان بيبقى فيها كمان مجلات ميزتها عن الكتب إن هي بيبقى فيها جزء للمراسلة. فممكن جدا أخلي الولد أحط له صورته مثلا، أبعت له صورته للمجلة ينشروها فيشوف صورته في المجلة، تبقى برضه لفتة لطيفة إن هو يقتنيها بعد كده او يحبها. يعني اعتقد ناس كتير مننا مثلا كنا بنبعت زمان واحنا صغيرين، ولما نشوف اسمنا مكتوب في المجال ده كنا يعني يعني حاجه في معجزه حصلت يعني. ده حقيقي. آه وطبعا الكتب، عشان ارشح كتب دي يعني آه مش هتستحضرني كتب كتير جدا موجوده ممكن الواحد، لكن ممكن جدا هي تشترك الاستاذه اسراء في الجروبات الخاصه بالكتب، بترشيحات الكتب. في جروبات على الفيسبوك موجوده منتشره كتير جدا، بيرشحوا كل شويه كتب كويسه ناس بيقروها، وبيرشحوا الكتب ديت للسن المعين اللي هي بتدور عنه. فممكن تلاقي ضالتها هناك في الجروبات اللطيفه دي. ده حقيقي، وساعات بيحطوا فعلا اختصار حتى للقصة بتتكلم عن ايه، فلو في مشكلة بتواجهها مع طفلك ممكن فعلا تاخديها ودي اللي يقراها. بالظبط. تمام. ولو حازت على اهتمامك تقدر تعرفي انت تحصلي عليها لابنك او بنتك. بالظبط. فأعتقد دي طريقه ذكيه ولطيفه فعلا. بالظبط. أستاذ ربيع بيسأل ازاي المجلات المطبوعة قادرة تستمر في ظل ارتفاع تكاليف الطباعة. ده تمام. حلو. والله احنا اصلا الواحد يسال المفروض احنا ازاي هنقدر نستمر في ظل ارتفاع الاسعار اللي احنا فيها. بالظبط. احنا عايزين احنا نفسنا نستمر هنعيش اساسا. ازاي. ده والله حقيقي. والله بص، هو انا رايي بصراحه الحل الوحيد في ده هو الدعم المؤسسي، او الدوله تبقى او الحكومه في كل بلد تبقى داعمه لمجله او اتنين او تلاته او 10. فالدعم ده لو موجود وفي ايمان بالمجلات ديت، آه، ده مهم ان هتلاقي المجلات بتستمر وبتطبع. وكمان زي ما قلنا نربطها الكترونيا بباركود مثلا، تخش على الويب سايت مثلا فتقدر تشوف المجله كمان مطبوعه او ديجيتال موجوده. فانا شايف هو الحل الوحيد في الدعم، لازم يبقى في دعم مؤسسي او من ناحيه الحكومه في اي بلد. وكمان دعم انا بقى طبعا الدعم ده هيخلي المجله سعرها اقل شويه، فده هيبقى في بقى دوري انا بقى كشاري او كولي امر ان انا اشتري المجله دي او الكتاب ده، فهي برضه يحصل دعم من الطرف الثاني. ما ننتظرش بقى كل شويه احنا عايزين هدايا كتب، احنا لازم اروح اشتري كتاب. لما انا هشتري الكتاب المبلغ ده هيتصرف على النشر والتوزيع والرسام والكاتب، فيقدروا يعملوا كتب تانية وتبقى دايره مستمره دايما على طول. ده حقيقي. أستاذ أحمد آه، بيسأل حضرتك على قراءتك لمستقبل الرسامين من الذكاء الاصطناعي.
تمام، هم حاولوا يستخبوا من الذكاء الصناعي دوت. انا بهزر طبعا. لا، هو بصراحه الفنان لازم يستغل الذكاء الصناعي لمصلحته، لمصلحته هو الشخصيه. بمعنى ان هو ما ينجرفش ورا ان هو يولد رسومات ويستسهل ويبدا ينشرها انها تبقى دي، بص انا عملت. الفكره ان انا اقدر استخدمه في شغلي. ممكن مثلا استخدم، مثلا اخد كونسبت الوان معينه، كونسبت اضاءه معينه، تكوين معين اعمله. يعني احاول استغله بشكل بس ما انفصلش عنه. يعني انا من رايي ان ما ينفعش الفنان ينفصل عن الذكاء الصناعي، عشان لو انت انفصلت عنه وانعزلت عنه وبدات انت تعيش حياتك كده بعيد عنه، هيدوس عليك في يوم من الايام، وهتفقد السيطره على ادواتك بعد كده. وكمان هتفقد فرصة إن أنت تعرف إيه الجديد فيه. فممكن في يوم من الأيام تصحى كده فجأة تلاقي إن في تطور حصل، هيركنك أنت على جنب تماما. فأنت لازم تشوف، لو هتعتبره عدوك يعني شوف عدوك أدواته عاملة إزاي. لو تعتبره صديقك شوف صديقك إيه أدواته، وتعرف تستفيد منه بشكل كويس وتعتمد عليه بشكل جيد يعني، بحيث يزيدك ما ينقصكش أو يجنبك، لأنه كده كده تطور موجود ومستمر على طول. لو تسمح لي بس اضيف حاجه، ساعات فعلا احنا ممكن يعني ايه نحس بالغرور كده، ان لا انا هتجنب ده، انا هقعد اشتغل على البرامج اللي انا متعوده عليها، ومش هروح مثلا برنامج سهل وسريع بيعمل لي قوالب سريعه وحاجات كده. بس بنلاقي ان عادي، بالعكس ممكن ده يساعدنا في اختصار الوقت، ممكن يساعدنا في ان احنا نعمل حاجات اكتر. فعادي نستغل، يعني مش هنقعد بقى ونخاف فعلا زي ما حضرتك قلت، او مش هنواكب اللي بيحصل كل ده يعني. صحيح، صحيح. وهو بالمناسبة يا أستاذ شروق برضو، يعني هو نفسه لو قال أنا هكتفي بالبرامج اللي عندي وهفضل عليها، طب ما هو أنت كده برضو اتطورت أهو. يعني أنت جيت في يوم من الأيام مم. اتطورت من الورقة والقلم واضطريت تستخدم الفوتوشوب. الفوتوشوب ده برضو تطور ما حصل. بالظبط. حصل مم. بعد الفوتوشوب والبرامج ديت الذكاء الصناعي، فمهم إن أنا أواكب الذكاء الصناعي وهكذا. فما ينفعش أنا أنفصل عن دوت خالص يعني. أستاذ أحمد خيري، هل الكتب والمجلات وسيلة تعبير كفاية للطفل، ولا الأفضل حاليا الأنيميشن والحركة، خصوصا في ظل المشتتات الكتير؟ تمام. مم. هو حاليا في ظل المشتتات الكتيرة ديت، وظل ان الطفل دلوقتي بقى قريب اكتر للشاشة من الكتب المطبوعة. فانا مهم ان انا برضه اروح له، واللي كنا قلناه في اول لايف ان احنا مهم ان انا اروح له على مم. الشاشة، اطلع له في الشاشة. فهطلع له على الشاشة بان انا هضطر استخدم الانيميشن. فبدل ما هي الرسمة موجودة مطبوعة على الكتاب صامتة او واقفة، انا محتاج ان انا احرك في مثلا اعمل انيميشن بسيط في الرسمه. فهستخدم الانيميشن. هعمل حركه تفاعليه، مثلا الطفل يدوس على حاجه مثلا على شجره فالشجره تتحرك يعني. يبقى دايما الانيميشن موجود لجذب من ادوات جذب الطفل للقراءه. فبالعكس لا، مهم جدا طبعا الانيميشن يكون موجود والحركه، ده هيخلي الطفل ينجذب اكتر للقراءه، مم. ويكون معمول بشكل كويس طبعا يعني، وجيد ان هو يبقى متكامل مع الرسم والكتابة. في أستاذة رغدة، بنتي بتحب ترسم كوميكس، بس الشخصيات بترسمها بشكل ستيكمان بس. تعبيرات الوش بتكون ظاهرة ومعبرة جدا. مدرسين الرسم مش بيشجعوها إنها ترسم بالطريقة دي، فهل ده صح؟ وإزاي أطور لها الموهبة دي بالذات؟ وإيه ترشيحات لكتب كوميكس مناسبة لسنها 11 سنة؟ بص يا استاذ رضا، هي طالما هي بترسم اوريدي اصلا فده شيء كويس، فنسيب البنت ترسم زي ما هي عايزه. لكن مع ده انا مهم ان انا برضو اوجهها شويه واديها شويه تغذيه بصريه، انها تشوف مثلا شخصيات، تشوف افلام مثلا، تشوف كتب فيها شخصيات متنوعه. لو هي فضلت على حبه ده اوكي، ما فيش مشكله. هي طالما في الاخر هي عارفه تعبر عن ده باسلوبها دوت، ده مش عيب خالص يعني. السيك مان دوت مش حاجه عيب، بالعكس ده في كتب اجنبيه مشهوره بالستايل دوت.
وفي كمان انيميشن معمول بالستايل ده وناجح جدا جدا ومنتشر في العالم، وفي سلسله كتب رهيبه محققه مبيعات كبيره جدا بالستايل البسيط دوت اللي هو الستيك مان. وطالما هي بتعرف تعبر عن نفسها وعامله التعابير الوش جيده وبتعرف تعبر كويس، فليه لا يعني؟ لا تستمر، ولكن ممكن على جنب من وقت للتاني اوريها شويه افكار، اطرح عليها شويه افكار، لكن رؤيتها هي مهم انها تطلع تبان زي ما هي حابه ترسم براحتها. نجاة تسأل: هل تفضل العمل على نص قصة للأطفال يكون فيها جانب تربوي أو مورال زي ما يقال، أو ولا ممكن نص محفز للخيال والتسلية فقط؟ والله هو مش موضوع افضل العمل، هو بالعكس، هو لما في عمل بيتعرض عليا كنص، هو الفيصل مش هو نوعه ايه، هو الفيصل هو مكتوب كويس ولا لا. ايا كان بقى نوعه، بقى يكون بقى جانب تربوي، خيال علمي، ايا كان النوع، بس المهم يكون مكتوب كويس. وهل في امكانيه لو مثلا اعرف اضيف انا من معايا انا كرسام مع الكاتب بشكل فيه تفاهم او حوار، ان احنا ممكن مثلا نضيف حاجات او كده، فده هيبقى كويس جدا. الكتب التربويه مهمه، وجودها مهم، والكتب المحفزه للخيال مهمه جدا جدا، والكتب للتسليه برضو وجودها مهم. فهم كلهم حلوين، بس الفكره زي ما قلت، بس هو الجوده في انتاجه ككتابه او انتاجه كرسم. ممكن سؤال تاني: ليه دور النشر الكبيرة في كتب الأطفال ما بتعملش فعاليات وأنشطة كتير للأطفال؟ هو اعتقد هما بيعملوا موجودين، بيعملوا يعني. ممكن حضرتك لو متابع شويه دور النشر ديت، او برضو الصفحات المهتمه بالفعاليات دي، اعتقد موجودين. قد فعلا ما تكونش بكثره كبيره يعني، بشكل كبير يعني، لكن موجود. انا اسمع في مثلا دار زي دار البلسم مثلا بتعمل كل فتره فعاليات وحكي وقراءه للاطفال. في دونش كتيره جدا موجوده، متواجده بشكل كبير على الارض، موجوده في معرض الكتاب بالذات. طبعا بيبقى ده مهرجان عالمي موجود، فموجودين بكثره. لكن لو كده ما فيش فعاليات كتيره، اتمنى ده يحصل، لانه بصراحه الفعاليات مهمه جدا للاطفال، اللي هم يشاركوا ويشوفوا الحاجات دي قدامهم اكتر يعني. هي ممكن يكون فكرة التسويق ليها كمان مش كبير، ممكن تكون هي مش بتظهر أكتر يعني. اكيد طبعا التسويق مهم جدا جدا طبعا، دوره مهم لا يمكن يغفله يعني. آية بتسأل عن فئة كبيرة من مدرسين الرسم للأطفال بيعدلوا على رسومات وخيال الأطفال بحجة القواعد الأكاديمية. إزاي نخلي العادة دي ما تأثرش على الطفل وخياله وحريته في التعبير؟ وإمتى أصلا ينفع أعلم الطفل الرسم الأكاديمي؟ هو مبدئيا ما ينفعش اعلم الطفل رسم اكاديمي خالص في البدايه. هو لو بيرسم، فكتر خير الدنيا ان هو بيرسم، سيبوا الواد يرسم، خلوا البنت تبدع. فاللي ترسمه ترسمه، مش مشكله، مش لازم يبقى العضلات والنسب مظبوطه خالص. بالعكس، هو الولد بيرسم بطبيعته بفطرته الجميله. بل بالعكس، ده انا مثلا من خلال ورش كتير بقدمها للاطفال او بقابل اطفال كتير، انا شخصيا بتعلم من الكتب اللي هم بيعملوه. يعني اساسا الرسام بيقعد عمره، ثلاث ارباع عمره تقريبا، بيفكر في حلول جديده دايما. فانا الاقي طفل بيعمل الحلول دي جاهزه وجميله ولطيفه وحلوه، يعني المفروض اتعلم منه، مش ان انا اقول له لا يا ابني ما ترسمش الايد كده ولا رجلين كده. يعني لما يبقى يكبر بقى ويبقى بقى حد بقى يعني حابب يتخصص وكده، اوكي، يرسم بقى ساعتها بالنسب المعروفه والاكاديميه دي كلها يعني، او يخش يدرس في كليه ولا حاجه. انما الطفل محتاج يتساب تماما في كرسم. وممكن بقى تتناقش مثلا معاه، مثلا الرسم دي بتعبر عن ايه مثلا، طب كلمني عن كذا، طب اشرح لي ديت، طب قول لي نفسك ليه الالوان دي اخترتها مثلا، اوكي ده ممكن. انما اوجهه واقول له لا بلاش كده ده مش حل طبعا خالص. طب والمفروض لو يبقى المدرس عارف ده. المفروض المدرس اللي دارس يبقى هو اوريدي اصلا عارف الموضوع ده، انه جزء من دراسته الاكاديميه يعني. ده حقيقي، بس ممكن أضيف سؤال عليها برضو: إن الأطفال يعني عندهم إيه، تقليديين جدا في حاجات. يعني عن تجربة، ممكن مثلا تقول لي لا قولي لي ازاي بيترسم، اقول لها لا، اجيب لها مثلا اقول لها افتكري صورة كذا ورسمي انت بخيالك، تصمم. فهل ده نتجاوب معاهم يعني ان احنا نقول لهم ده بيترسم كذا وكذا وكذا، ولا ايه الحل معاهم؟ اه، ما انا
لو تفتكر من شويه قلنا مهم يبقى في تغذيه بصريه للبنت او الولد، فلازم يشوفوا طبعا. او في حاجه مثلا نفسهم يرسموها مش عارفين، ما هو لازم يشوفوا صور ليها لا لا، عشان هو يعرفوا يرسموها انا كويس، بس فاهمه ان باسلوبهم فكره هم، انه يعني باسلوبهم، حتى لو تمام. قلدوا اوكي مم. مفيش مشكله. فتمام، هو احنا كده اوكي. الاسئله اعتقد خلصت. لو في حد تاني عنده اي سؤال، طبعا احنا يعني استفدنا كتير بصراحه. انا شاكر دعوتك والله جدا، انا بشكر ولو حضرتك اي جدا حد بجد. عنده سؤال يعني هنكون سعيد جدا. اكيد طبعا، وبجد يعني انا ما توقعتش ان احنا هناخد وقت لطيف، هو يعني صغير بس يعني مليان باسئله واجوبه وافاده كبيره من حضرتك. فبشكرك جدا جدا على المشاركه، يعني فعلا. شكرا لحضرتك جدا. وبس لو في اي اسئله او اي حاجه، هو استاذ توفيق يعني شرح حاجات كتير جدا في اول اللايف. ممكن هو هيفضل موجود عندنا. اي حد عايز يرجع تاني يشوفه من الاول، هيلاقي اجابات لاسئله كتير، لان في كذا سؤال اتكرر بالفعل. آه، شكرا ليكم، وشكرا لحضرتك جدا يا استاذ توفيق، وفرصه بجد كبيره يعني. اشكرك، انا فرصه سعيده جدا والله، وشكرا تاني لدعوتك واستضافتك اللطيفه دي، واسئلتك اللطيفه، واسئله الناس الكويسه جدا، وحضورهم وصبرهم يعني على اللايف الجميل. ايوه، بعتذر عليها جدا. شكرا جدا لحضرتك استاذ توفيق. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك جدا. شكرا.